مرضى السكر نوعين، تايب 1 وتايب 2. في تايب 1 بيحصل completely destruction لخلايا بيتا، وبالتالي نسبة الانسولين بتكون زيرو. اما تايب 2 فبيحصل عندي resistant مقاومة لمين؟ للانسولين، فهتلاقي نسبة الانسولين عالية. في مريض تايب 2 اللي بيبقى فيه انسولين resistant ممكن الستات يحصل لها متلازمة اسمها polycystic ovarian syndrome، متلازمة تكيس المبايض. ده اللي هنشرحه مع بعض بالتفصيل الممل في حلقة النهاردة، وهنعرف ازاي نشخصه جوه المعمل. فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. معاكم كابتن اناليسيس. تكيس المبايض بوليسيستيك اوفريان سندروم. ركز معايا، ده مرض بيصيب السيدات بنسبة كبيرة جدا ما بنعرفش اسبابه. قالك الواحدة الست هيظهر عليها بعض الأعراض الغريبة زي ظهور شعر بشكل غير طبيعي في السيدات، كمان اضطرابات في الدورة الشهرية. قالك بص بقى، واحد من أهم أسباب تكيس المبايض عند السيدات الأنسولين ريزيستنت، مقاومة الأنسولين. ده بنشوفه في إيه؟ قالك في مريض السكر تايب 2. طب إيه اللي هيحصل عندي؟ قالك بص يا سيدي، لما الأنسولين نسبته بتزيد هيؤدي لزيادة إفراز هرمون اسمه GnRH، وده هيسبب ليا زيادة إفراز هرمون ال LH. طب ال LH لما يزيد إيه اللي هيحصل عندي؟ قالك هيزود إنتاج هرمون التستوستيرون، وبالتالي هتظهر على الواحدة الست أعراض زي حبوب الشباب، وكمان الشعر الزائد في الجسم. طب التستوستيرون نسبته زادت عندي ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيزود من انتاج الاستروجين، وبالتالي هيقل انتاج الاف اس اتش. اصل الاستروجين دوت بيشتغل نيجاتيف فيدباك للاف اس اتش. الكلام ده احنا شرحناه في الحلقات اللي فاتت الخاصه بالال اتش والاف اس اتش. ركز معايا ويلا نكمل الحلقه. ركز في النقطه دي قوي. واحده عندها تكيس مبايض، عملت لها تحليل ال اتش وتحليل اف اس اتش، ايه اللي هيحصل عندي؟ قال لك هتلاحظ ارتفاع ال LH زي ما شرحنا من شويه. طيب بس مش شرط يكون بره الطبيعي، يعني هتلاقي نسبته اعلى من المعتاد. لو الست دي الطبيعي بتاعها اللي هي دايما كل ما تقيسه يبقى 7، ممكن تلاقي 10 11 12، احنا في الرينج الطبيعي. طيب وايه كمان؟ قال لك انخفاض ال FSH بنفس الفكره برضه ما يكونش اقل من الطبيعي. حلو الكلام. يبقى انا كده لو قست ال LH وال FSH هما الاتنين في الرينج الطبيعي، ملهمش لازمه عندي في تشخيص مرض تكيس المبايض. وبالتالي قال لك يلا نعمل ريشو ما بينهم، نقسم ال LH على ال FSH ونطلع الريشو. الكلام ده بنعمله في اليوم الثالث من الدورة. هنلاحظ ملاحظة غريبة جدا، ارتفاع ال LH وانخفاض ال FSH، وبالتالي الريشو ما بينهم هتكون مرتفعة. وارتفاع ال LH على ال FSH ريشو ده دليل على وجود مرض تكيس المبايض. تعال افهمك ازاي، يلا نعمل انتربريتيشن للنتيجة. قال لك في العادي في الشخص الطبيعي اللي ما عندوش اي امراض نسبة ال LH وال FSH قريبين جدا من بعض، واحد لواحد. حلو الكلام. طب في حالات تكيس المبايض قال لك النسبة ما بينهم هتزيد للضعف واحيانا لثلاث اضعاف. جميل. يعني مثلا واحدة عندها تكيس مبايض هتقيس هرمون ال LH هتلاقيه 12، وهتلاقي ال FSH 4، كده النسبة ما بينهم كام؟ 1 ل3. جميل جدا. والكلام ده بيكون اثناء الدوره الشهريه زي ما شرحنا. هقول لك معلومه في غايه الخطوره، ايه هي؟ في متلازمه تكيس المبايض غالبا بنلاقي نسبه ال LH ما بين 10 ل 20 وال FSH ما بين 4 ل 8. طبعا بيتم تأكيد وتشخيص تكيس المبايض بحاجات تانية، بس ده اللي يخصنا في شغل التحاليل LH على FSH ريشو وعلاقته بمريض السكر تايب 2. اتمنى الحلقه تكون مفيده، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم كابتن اناليسيس.